السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبعا النهاردة هنعمل الفراخ المشوية. طبعا مش عايزة اقول لكم طعمها كان حكاية. طبعا احنا تبيناها مع بعض لو تفتكروا. ان شاء الله هنعملها مع بعض النهاردة. بس قبل اي حاجة ما تنسوش تفعلوا الجرس وتدوسوا لايك كل شوية. طبعا عندنا الفرخة بقى هنبتدي اللي هنتبل بيه طريقة الفراخ المشوية. بس بقى ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن. طبعا الطريقة دي بتاعت أكبر وأفخم محلات الفراخ المشوية. زي ما انتم شايفين كده عندنا ورق لوري، فلفل اسود، حوايج بقرفة وملح وكمون وبصلتين حلوين كده وطماطمايه، وحطيت قرن فلفل حراق، ونزلت بالبهارات في الكبة بتاعتنا، وهبتدي انزل عليها بحبة خل او ليمونة. فافضل الليمونه لان الفراخ زي ما قلت لحضراتكم قبل كده الفراخ بتبقى زفره. يعني لو ما لما بتشوي وهي مش مغسوله كويس بتبقى زفره، بتبان عليها الزفره جدا. اما لما تكوني غسلاها كويس ومنضفاها زي ما انت شفتي كده طبعا بيطلع لك اجمل واحلى ريحه. زي ما انتم شايفين كده عصرت الليمونه مع الخليط اللي احنا هنطحنه مع بعض. وهبتدي ان انا انزل عليها بالهاند بلندر، يعني تطلع معانا ناعمه، ونبتدي ان احنا نتبل بيها الفراخ مع حضراتكم. الفراخ طبعا الفيديو ده انا كنت متبله الفراخ وشايلاها، لان كل ما بتتبلي الفراخ وتشيلها في الفريزر او الديب فريزر تطلع معاكي طعمها اجمد واحلى بكتير. او تتبليها قبلها بليله بتطلع معاكي طعمها مختلف وجميل قوي. خلاص كده خلصنا البصلة بتاعتنا والبهارات بتاعتنا. هبتدي بقى ان انا افضيها كلها على الفراخ بتاعتنا واحطها بقى في التلاجة لمدة يوم، او اشيلها في الفريزر. طبعا انا كنت مخزناها فكانتش محتاجة ان هي تتبل مني، بس انا حبيت ان انا انزل لكم بطريقة التتبيلة بتاعتها علشان برضو تبقوا واخدين بالكم وعارفين تتبل ازاي. زي ما انتم شايفين كده همسك الورق الدبوس اروح قطعاه 3 قطعات علشان يشرب من التتبيله بتاعتنا. شايفين التتبيله شكلها يفتح النفس وجميله ازاي. زي ما انتم شايفين كده خلاص انا تبلتها. طبعا انا كانت عندي جاهزه، فابتدي بقى ان انا اعمل الفحم طبعا ونروح عاملين الكفته بتاعتنا. طبعا انا الكفته جبت نص كيلو من اللحمه المفرومه، وجبت عليها قد تمن من الدوش او الدهن او الليه، وهفرمها هاخدها وشين. طبعا انا بعد ما خدتها وشين طبعا رحت شايلاها طبعا في الفريزر، بسيبها تفك واروح مصبعاها زي ما انتم شايفين كده. وانا كده بشويها قدام حضراتكم، ولا اتفتحت ولا وقعت ولا اي حاجه. شايفينها جوسي ومفرغه وجميله ازاي من جوه. وادي الكفته شايفينها ولا وقعت ولا حصل لها اي حاجه. زي ما قلت لحضراتكم هتجيبوا نص كيلو لحمه مفرومه، وتروحي يا ستي ولا تحطي بصل ولا تحطي اي حاجه. كل اللي هتضيفيه هتحطي قد رغيف عيش هتنديه بالميه يعني يكون مبلول، وتروحي فرمه. او تاخدي الرغيف وتروحي للراجل بتاع اللي هي بتعملي عنده الكفته، تديله رغيف العيش وتديله نص كيلو اللحمه البلدي، او لو هو جزار وكده تديله رغيف العيش وتقولي له افرم لي ده مع تمن دهن مع نص كيلو لحمه مفرومه. وطبعا بتحطي البهارات بتاعه الكفته زي ما انت حابه. خلاص انا كده عجنتها. طبعا انا كنت شايلاها رمضان زي ما انتوا فاكرين جاهزه. طبعا زي ما انتوا شايفين كده ولا وقعت ولا حصل لها اي حاجه. العجينه بتاعه قصدي الكفته بتبقى لزجه يعني. بتبقى سايبه يعني ما بتبقاش ماسكه نفسها يعني. قصدي بتبقى تحسي كده بتلزق شويه، فانت بتمسكي ايدك بتنديها بميه وتروحي مصبعاها، فبتطلع بالشكل الجميل اللي انت شايفاه. طبعا انا هنا معوضه الحاجه اللي هرص فيها. هنا كنت انا خلاص خلصت شويتهم، بس سبتها قلت ايه اجهزها علشان خاطر اول ما المغرب يقرب اروح مدفياها كده على الفحم بتاعي. طبعا احنا بنحبها تبقى محروقه شويه كده، لان احنا بنحبها مستويه، احنا بنحبها مقرمشه شويه. زي ما انتم شايفين كده خلاص الفراخ، وادي الفراخ بتاعتنا. مش عايزه اقول لكم قسما بالله كانت جميله جدا 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 جدا، وهتعجبكم قوي. ويا رب تكون الوصفة عجبتكم. جربوا الطريقة دي ومش هتندموا ابدا ابدا ابدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. متنسوناش باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. مع السلامة.